السؤال ده اتكرر أكتر من مرة الفترة اللي فاتت، فبمناسبة الكشف الطبي على أولادنا اللي بيمارسوا رياضة حبيت أرد عليه وأقول إمتى نقلق ونروح لدكتور القلب في أقرب وقت. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. لو ارتجاع بسيط في الصمام الثلاثي بس مش معاه أي حاجة تانية، قياساتنا سليمة وشكل الصمام سليم، فدي حاجة فسيولوجية ومش مقلقة خالص. يعني بنتي تتمرن عادي يا دكتور؟ أيوه تتمرن عادي خالص وننسى الكلمة دي تماما. في الحقيقة مش بس الصمام الثلاثي، لو الارتجاع ده بسيط في الصمام المترالي أو الصمام الرئوي ومش معاه أي حاجة تانية والقياسات سليمة وشكل الصمام سليم، فبرضه دي حاجة فسيولوجية ومش مقلقة بالنسبة لنا خالص. طب إمتى المفروض أروح لدكتور القلب؟ أروح لدكتور القلب لو الارتجاع ده كان متوسط أو شديد أو معاه تغيير في شكل الصمام أو تغيير في القياسات اللي بنقيسها بأشعة الإكس. أي ارتجاع بأي درجة في الصمام الأورطي حتى لو كان بسيط لازم أروح لدكتور القلب. أي ضيق من أي درجة في أي صمام من الصمامات الأربعة، أي تغيير في القياسات اللي بنقيسها بالإكس. ادعي لوالدي بالرحمة والمغفرة وادعي لأهلنا في فلسطين والسودان وسوريا ولبنان بالصبر والثبات. ولو عندك أي أسئلة بخصوص صحة وقلب ابنك أو بنتك اكتبها لي في الكومنتات. دمتم بصحة وعافية.